هكلمكم النهارده عن حاجه اعتقد ان هي يعني مهمه بالنسبه لكم وانا محضرها لكم مخصوص. هنتكلم عن الستريس وعن البيرن اوت سيندروم وهاو تو بيت ستريس، وهنتعرف كده على شويه ستريس مانجمنت تكنيكس، وهعلمكم اتنين من الريلاكسيشن اكسرسايز. الستريس ده اتس ان ايموشن، والايموشنز ليها معنى كلها، ودايما بتكون جايه عشان فانكشن، ودايما بتبقى عباره عن سؤال. اوكي؟ الستريس بقى بيسالنا سؤال شكله ايه؟ الستريس بيسالك انت مالك؟ هتعمل ايه يا عم في اللي وراك؟ انا في حاجات ورايا، في حاجات مطلوبه مني، وفي امكانيات عندي. تمام؟ التوازن ده ما بينهم يخليني ما عنديش ستريس. لما ما يكونش في توازن او احس بامبالانس، احس ان المطلوب مني كتير قوي على الريسورسز بتاعتي، اللي ممكن تكون صحتي، ممكن تكون الفلوس اللي معايا، الوقت اللي معايا، الناس اللي بتساعدني، كل دي ريسورسز عندي. لو انا مطلوب مني اكتر، ساعتها انا ممكن احس بستريس. ممكن ياثر على حاله الانسان نفسيا وعقليا وجسديا وسلوكيا. ممكن يخليه الانسان متوتر، اللي هو شعور برضو. ممكن يخليه حاسس بالتعب طول الوقت. ممكن يخليه كمان عقليا بقى مش عارف يركز. ممكن يأثر على حالته ان هو مش عارف ينام كويس، ان هو طول الوقت عنده بينز. البين دي ممكن تكون من اول هيدك، صداع. ممكن كمان يكون ننزل بقى ألم في الصدر، تقل او وجع في الصدر. ممكن يأثر على، انا هقول لكم لما ابدا اشرح الريلاكسيشن اكسرسايز هشرح لكم ليه الحاجات دي بتحصل. ممكن يأثر على القلب يدق يا اما بسرعه يا اما بطريقه مش منتظمه. ممكن النفس كمان يبقى مش مظبوط. ننزل بعد كده على المعده، ممكن تكون مضطربه، وجع في المعده، وجع في القولون. العضلات، مش انا قلت لكم بصوا عندها تويتشز ازاي؟ التويتشز دي ممكن تبقى في عضلات زي عضلات وعلى فكره في كيسز بتيجي فعلا بتويتشز في جسمها او في وشها وبتروح مع ريلاكسيشن اكسرسايزز. ممكن كمان الموضوع ده لو زاد يؤدي الى ديس اوردر واضح او مرض واضح زي الاكتئاب او القلق المرضي، الديبريشن او الانكزايتي ديس اوردر. يعني مش مجرد قلق عادي، لان احنا عندنا ممكن نعتبر احيانا شعور الانسان بالستريس او بالانكزايتي العاديه يوسفل ستريس، ان هو بيساعدني علشان اقلق شويه، ان انا عندي ديدلاين او ان انا ورايا حاجه فابدا اشتغل عشان اعملها. سلوكيات الخطر اللي ممكن الانسان يعملها بسبب الستريس ايه ممكن السلوكيات الخطر اللي الانسان يعملها بسبب الستريس؟ ممكن يتسرع في الديسيجنز. ممكن يعمل ايه تاني؟ سلوكيات بقى يعملها ايه؟ ممكن يبقى عصبي فيزعق، ممكن يتخانق مع الناس بسبب عصبيته دي. ممكن في ناس بقى بتحاول تعمل تعويض او سيلف سوذنج، ان هم ياكلوا زياده عن اللزوم او يناموا كتير زياده عن اللزوم. في كمان ناس ممكن تتعاطى حاجات كسيلف ميديكيشن. اللونج تيرم ستريس، الانسان يا جماعه المفروض ان هو بيتحط في شعور الضغط ده علشان يعدي بميشن قصيره، مش يفضل في الستريس ده طول الوقت. البيرن اوت سيندروم مهنيه او بريبيشنال فينومينا، ماشي؟ هي شبه الستريس قوي. الموضوع مينلي محدد في 3 حاجات. الانسان بيبقى حاسس بسبب الشغل او بسبب الضغط بتاع الشغل ان هو تعبان ومرهق ومستنزف طول الوقت. ده بيؤدي ان هو كفاءته في الشغل ما تبقاش ذا سيم. في نفس الوقت يبدا يبقى توقعاته تشاؤميه بخصوص وظيفته، بخصوص ان هو يترقى مثلا. مش حاسس ان هو ممكن يترقى، مش حاسس ان هو ممكن يعمل حاجه، وظيفته مش هتوصله لحاجه. يبدا يكون زي كريتيكال زياده عن اللزوم، و كلمه كده بنقول عليها زي تهكمي او هي ساين، مش عارفه يعني، زي مستهتر بالموضوع شويه. المشكله دي ممكن تحصل بسبب ايه؟ ممكن تحصل بسبب الشخص نفسه، ممكن تحصل بسبب الشغل، ممكن تحصل بسبب البيئه بقى كلها. الشخص نفسه ممكن يكون حاسس بورك اوفرلود، مش عارف يعمل بالانس ما بين الشغل وما بين حياته العاديه. ممكن
ممكن كمان ان هو يكون حاسس ان هو بدأ يفقد السيطرة loss of control. ممكن الشغل نفسه يكون فيه lack of challenge. عارفين لما يكون الشغل روتيني او مش مطلوب منك حاجة مميزة تبينك، فتبدأي خلاص يعني ما هو عملت ما عملتش مش فارقة. لما بيكون في تشالنج الموضوع بيفرق جدا في الشغل. ممكن يكون في تاسكس كتيرة قوي مطلوبة مني والوقت دايما ضيق، او الجوب اكسبكتيشن مش واضحة، انا مش عارف ايه المفروض ان هو يخلص، يعني المفروض ان انا اعمل ايه، يعني اولا لو ما عملتش ده هيحصل ايه، او الشغل اللي موجود ده يتقسم ازاي. الكلام ده لو ما بيكونش واضح بيكون في liability اكتر ان يحصل البرين اوت ده. لو برضو الانفايرمنت نفسها فيها كونفليكتس، يعني ما بين الزمايل مفيش تفاهم، في صراعات ومشاكل ما بينهم، مفيش سبورت من المديرين، الشغل مونوتونس ده يعني بعمل نفس الحاجة على نفس الوتيرة كده او كياك، يعني برضو الدنيا فوضى، مش واضحة كل واحد يعمل ايه، او الستبس بتاعت الشغل نفسه مش واضحة. حد حاسس ان هو في حاجه زي كده بيتعرض لها؟ اللي ورا بس انا عرفت هو في ورا ليه؟ اللي ورا مش واقفين براحتهم محدش هيشوف. طيب الموضوع ده زي ما قلت لكم ممكن يؤدي الى ان الانسان، في حد بيعد خلي بالك، ممكن يؤدي الى ان الانسان خلاص بقى بدا يفقد الامل وبدا يبقى كيرلس بقى، يلا اللي يحصل يحصل. واحيانا يقولوا كده ان هو حاسس ان هو mentally distant من المكان، هو مش متصل خلاص بقى بعيد، دماغه بعيده عن حتى هو قاعد في الشغل. يبدا ان هو يحس بصعوبه ان هو يضغط على نفسه ان هو ينزل يروح الشغل اصلا. وصل الشغل مش قادر يبدا في الشغل، بدا في الشغل مش قادر يحافظ على تركيزه اثناء الشغل. بعد كده مين اللي كان بيقول بقى عصبي وبدا ينفعل ويتخانق مع زمايله في الشغل. زي ما انتوا شفتوا كده الموضوع كله له علاقه بالشغل، هو فعلا انسان اوكيبيشنال فينومينا، ورغم ان هو مش متصنف كمرض لكن هم متفقين ان انت ممكن تروح لدكتور تقول له انا عندي برن اوت عالجني. نومه يتلخبط، يا اما يهرب بالنوم فينام زياده عن اللزوم، او من كتر الضغط اللي هو فيه ما يجيلوش نوم. الانسان يحس بصداع باوجاع ملهاش علاقه ببعض، يعني ما تقدرش تحددها في مرض. راسه بتوجعه ورجله بتوجعه مش علاقه ببعض. مين اللي متعرض اكتر للبرن اوت تفتكروا؟ يعني في احصائيات اتعملت ولقوا يعني ايه بعض المهن معرضه اكتر من غيرها للبرن اوت. دكاتره ومين تاني غير الدكاتره؟ دكاتره اكيد مين تاني؟ facing customers ممكن، يعني الاحصائيات تعالوا نشوف بتقول ايه. الاول الاطباء، المحامين، الاي تي بروفيشنالز. انا قلت لكم انا عامله لكم الموضوع مخصوص، انا مش قلت؟ الناس اللي فيسنج اللي جايين في حوادث، الضباط اللي بتوع الاي ار، المسعفين، دول اكتر ناس بيكونوا معرضين للبرن اوت. حاجه تتضرب من الخمس رجلين اقف على الاربعه التانيين، ما اوقعش كله، يعني بلاش سيلكت اول. يعني حاجه باظت في البيت اشتغل، احاول اهاف فن، احاول ان انا ادور على الناس اللي بحبهم. انا اتعرضت للستريس، ممكن اعمل ايه علشان ادير هذا الستريس او اتعامل معاه او اخلص منه من غير ما يحصل لي كل الدروباكس اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب اول حاجه in priorities و avoiding unnecessary tasks. تاني حاجه هي تغيير البرسبشن بتاعي، change my perception and my reaction. تالت حاجه acceptance، واخيرا finding peace. كل مره بنفتح الباب ده بنلاقي طرق. ايه الاودز ان انا افتحه الاقي جنينه؟ طب ليه؟ ليه انا متخيل ان انا هعمل نفس الحاجه وفي يوم من الايام النتيجه هتتغير؟ مش هيحصل كده. خلينا نعرف ان لو انا كل مره بتعامل مع المشكله بنفس الطريقه وما بتتحلش، او انا بزعل في الاخر، لازم اغير الطريقه. او ان الحيطه دي انا مش هينفع اعدي منها، انا هقعد اخبط فيها في الاخر انا اللي هتعور. الحاجات اللي ما ينفعش اغيرها ايه؟ تصرفات الناس، كلام الناس، رأي الناس، الناس بيحبوني ولا لا، الناس بيقبلوني ولا لا، كل حاجة ليها علاقة بحد غيري. ايه تاني؟
حصلت وخلصت، حاجات قدريه، حاجات في الجو، حاجات حرب، فيروس، الكلام ده كله ما ينفعش ان انا اتحكم فيه. فكل ما هزعل بسببه كل ما انا بطلع طاقتي في الهواء. طب انا طاقتي بقى ايه اللي انا قلت انا ممكن اتحكم فيه؟ تصرفاتي، افكاري وشعوري وسلوكي اللي انا قلت لكم ودي كل واحد بتاعته. ممكن اغير من تفكيري، ممكن اتعلم ان انا افهم مشاعري اكتر، وممكن اغير من سلوكي انا. الريلاكسيشن اكسرسايز اللي انا هعلمكم حاجات منها النهارده، دي حاجات ممكن تكون مفيده جدا.